هذه الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، وهذا العدد 6539 مكرر. إذا لقيت ظهير شريف يحمل توقيع محمد السادس شخصيا راح تقول وش قال الملك هذاك هو؟ ما لا أقرأ معايا. يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أننا بناء على 3 حوايج: الأولى القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي، والثانية القانون رقم 1701 الموافق على تأسيس الاتحاد الأفريقي، والثالث محضر إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية للاتحاد الأفريقي. بناء على هذا في 3 يأمر محمد السادس بنشر القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي اعترافا به، واللي نقرأ فيه ما يلي: نحن رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية، اللي هما رئيس الجزائر ورئيس أنغولا والبنين، وروح معاها حتى تقرأ كل رؤساء الدول الإفريقية. بصح هذه أنا ما عرفتش نقراها، ممكن تقرأوا معايا. رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، يا خيرك يا رب. هو محمد السادس يعترف في الجريدة الرسمية برئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. بالمناسبة يا الخاوة، محمد السادس لما نشر هذا الظهير راهو ألزم نفسه بواحد المادة ولا بند اللي هي المادة الرابعة، ومكتوب فيها حرفيا احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال. يعني المملكة المغربية بانضمامها الاتحاد الافريقي راهي ألزمت نفسها بقانونه الداخلي، وراهي ألزمت نفسها بهذه المادة: كل دولة تحترم حدودها عند نيل استقلالها. هذه معلومة تسوى 10 دراهم، ماني جبتها لك بلاش. ودرك نبدوها من تحت ونجو طالعين. اخي ما ينشر في الجريدة الرسمية للدولة هو اعلى درجات الرسمية ولا الشرعية في القرارات وفي تحمل المسؤوليات ايضا، خاصة انه محمد السادس قبل ما ينشر هذا الظهير صرح قائلا انه المغرب يتجه اليوم بكل عزم ووضوح نحو العودة الى كنف عائلته المؤسسية ومواصلة تحمل مسؤولياته بكل اقتناع. يعني كي حب ينضم للاتحاد الافريقي قالوا له هاي شروط الاتحاد، وقع عليها واعتمدها وجعلها رسمية معتمدة في بلادك، بما في ذلك الاعتراف بدولة الصحراء الغربية ورئيسها، وأيضا البند اللي شفناه احترام الحدود القائمة عند الاستقلال. وإحنا كامل نعرف حدود المروك عند الاستقلال، هذه يعرفها القاسي والداني. وبالتالي عن المملكة المغربية راهي تعترف في جريدتها الرسمية بأنها تحترم حدودها القائمة عند نيل استقلالها، وأنها تعترف رسميا برئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وذلك في ظهير يحمل اسم الملك محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف. واضحة؟ وبالتالي أنت كمواطن في المملكة المغربية أنت ملزم بحاجة من الاثنين: إما ما تزيدش تحشم روحك بإنكار الصحراء الغربية وإلا تسمى تكذب في محمد السادس، أو أنك تقول أنا لا أعترف بالصحراء الغربية وليذهب قرار محمد السادس إلى الجحيم. هذه حلوها بيناتكم، أنا فاعل خير برك، يعني نحب المطالعة الجهرية لا أكثر ولا أقل. أما الحسن الثاني صاحب فكرة المسيرة الخضراء وصاحب فكرة الصحراء كلها مغربية حتى القويرة، تتوقعوا زعما أنه قال الموريتانيين والجزائريين هي نتقسموا الصحراء وكل واحد يدي طرف، ولا هذيك إشاعة؟ طبعا الرائج في المغرب أنها إشاعة، وأنه الحقيقة عمر ولا فرط في شبر من الصحراء، لأنه هو اللي سماها الصحراء مغربية. إما لا، هذا الحسن الثاني شخصيا نلقوه خلى أيضا وثيقة تحمل توقيعه في الجريدة الرسمية للمملكة، وأنا تعرفوني ما نخبيش عليكم. هذه الجريدة الرسمية للمملكة المغربية العدد 3311 مكرر بتاريخ 16 أفريل 76، وهذا ظهير شريف رقم 380 76 واحد الصادر من طرف الحسن الثاني. أخي هذا هو الحسن الثاني ولا لا؟ هذه الجريدة الرسمية للدولة المغربية هذه. إما لعنا هنا الاتفاقية المتعلقة بتخطيط حدود الدولة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية. الفصل الأول: توصل الطرفان المتعاقدان الساميان إلى اتفاق مشترك ينص على أن حدود الدولة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية يرسمها الخط المستقيم الذي يبتدئ من نقطة التقاء الشاطئ الأطلسي مع خط العرض الشمالي 24، والذي يتجه إلى نقطة الالتقاء بين خط العرض الشمالي 23 وخط الطول الغربي 13. وباه نفهموا هذه الخلوطة لازمنا غير نحلوا الخريطة ونفعلوا شبكة خطوط الطول والعرض ونعينوا هذه النقطة اللي هي نقطة التقاء الشاطئ الأطلسي مع خط العرض الشمالي 24، ونزيدوا نعينوا هذه النقطة اللي هي نقطة التقاء بين خط العرض الشمالي 23 وخط الطول الغربي 13 كما في معاهدة الحدود. نرسموا بيناتهم سطر وراح نلقوا الحدود الرسمية للمملكة المغربية مع موريتانيا. وكي نطلعوا الحدود الحالية تلقى المفاجأة وتلقى القويرة بعيدة على هذا الحد ب 400 كيلومتر، بما أنه هذه الوثيقة رسمية ملكية، بما أنه المراركة درك ولوا يطالبوا بالحدود حتى لهنا. نفهموا أننا أمام دولة توسعية، ونفهموا أنه الهدرة اللي تقالت تاع أنه الحسن الثاني عرض تقاسم الصحراء مع موريتانيا والجزائر نفهموا أنه كاين منها، لأنه يعني نشوفوا فيها بعيننا درك. وهاو الدليل أنه تقاسمها فعليا مع موريتانيا بعد ما قلت لهم الجزائر أنا خاطيني هذا البوليتيك الإمبريالي. وبالتالي من حقك كمواطن في المملكة المغربية أنك تسقسي الحسن الثاني في قبره وتقول له إذا كانت الصحراء مغربية كما قلت لنا ولا قسمتها مع موريتانيا رسميا في معاهدة للحدود تحمل توقيعك،
إذا كانت الصحراء خطيتنا وعلاه ورطنا هذه الورطة اللي رانا حاصلين فيها؟ لأنه مالها ما حبوش يرضوا بتواجدنا فيها ليومنا هذا، حتى اضطر محمد السادس أنه يعترف بها كدولة رسمية في نفس الجريدة الرسمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.